مساء الفل على الشعب المصري، مساء الجمال. مساء الهنا عليكم. ارجو ان حضراتكم تظهروا معايا. انا عايزه اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا جدا. مساء الفل عليكم يا جماعه، مساء الهنا، مساء الجمال. مساء الهنا عليكم. انا عايزه اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا جدا. الموضوع دوت يعني بيخص الشباب. الموضوع ده بيخص الشباب. الموضوع دوت موضوع يعني مهم. دلوقتي انا عايزه اسال سؤال للمسؤولين. سؤال للمسؤولين: هل يا ترى حضراتكم مش عاجبكم التكاتك؟ حضراتكم بتقولوا ان التكاتك دي بتعمل تزاحم وملهاش لازمه والكلام ده كله. اصدرتوا ليه؟ سايبين ليه الناس اللي بتبيع التكاتك لما هي مش عاجباكوا؟ سايبين ليه؟ المهم انا عايزه اقول لكم حاجه، عايزه اقول للشعب وعايزه اقول للمسؤولين. النهارده في شاب انا شفت على الفيس. الشاب دوت سواق توك توك، نازل على بابا الله، نازل بقى. ما هو الناس دلوقتي مش لاقيه فبيشتروا التوك توك ده بالقسط، ويعني عشان يسترزقوا منه. وبعدين انا عايزه اقول لكم حاجه قبل ما اتكلم عن الشاب ده: مش كل واحد سايق توك توك منحرف. والله في ناس غلابه، والله في ناس غلابه جدا. في ناس ملهاش لا حول ولا قوه ولا تعليم، ملهمش حاجه، فبيجيبوا التوك توك عشان يطلعوا منه يوميه ويروحوا ياكلوا بيه عيلتهم. ونفترض لأسوأ الاسباب ان في سواق توك توك انتوا بتقولوا منحرف. اهو سايق توك توك ربنا يهديه ويصلح حاله، ويمكن لعل وعسى ربنا يهديه. ما هو لو عايز ينحرف ما كان راح بقى عمل مخدرات ولا عمل اي حاجه. هو سايق توك توك سيبوه يشتغل. المهم انا شفت على الفيس ان في واحد سواق توك توك شاب وقفه ظابط، خد منه تقريبا رخص توك توك، او معرفش ان التوك توك ده بيترخص ولا لا، بس سمعت ان هو خد منه ورق بتاع التوك توك، او قال له انزل، او قال له كده. الشاب جات له حاله ذهول، جات له حاله نفسيه حاده، لما الضابط خد منه الرخص بتاعت التوك توك ديت، او خد منه حاجه معرفش التوك توك ده له يعني ايه. عمل ايه الشاب؟ رمى نفسه في الترعه، والناس كلها اتلمت. نزل في الترعه زياده عن ربع ساعه، نص ساعه، ما طلعش. فتقريبا الشاب ده حصل له حاجه وتوفى. طب ليه؟ يعني مثلا لما يكون شاب بيبيع مخدرات، ولما يكون شاب سايق توك توك بياكل عليه عيش، وطالما الحكومه مش عايزه التكاتك بترخصها ليه؟ بتنزلها السوق ليه؟ اقبض بقى على كل الاماكن اللي بيطلع منها التكاتك، لكن ما تعملوش حاله نفسيه لشاب لدرجه ان يرمي نفسه في الترعه. ما هو لقى نفسه ان الضابط خد منه الرخص، لقى نفسه ان مستقبله هيروح وحياته هتروح. التوك توك ده ممكن يكون جايبه بالغلب، ممكن يكون فلوسه دي لسه عليه اقساط، او ممكن يكون عامل جمعيه في جمعيه فطافح الكوته على ما جابه. فمجرد ان يتاخد منه، فبالنسبه له كانت صدمه كبيره، رمى نفسه في الترعه، قعد اكتر من ربع ساعه، نص ساعه، وما طلعش من الترعه. واللي عايز يشوف الموضوع ده يخش على صفحتي، انا منزله حضراتكم الشاب وهو يعني مرمي في الترعه. فحرام، سيبوا الشباب تاكل عيش، سيبوا الشباب تسترزق. مش عايزينهم يسترزقوا، مش عايزينهم ياكلوا عيش. شوفوا لهم انتوا مصانع، شوفوا لهم انتوا حاجات، شغلوهم واقضوا على البطاله. طالما الشاب بيشتغل بالحلال، لو على عربيه كبده وبيشتغل بالحلال، سيبوه يسترزق. مثلا لو هو عامل ان هو واقف في نص الشارع، قولوا له لا، احنا خد لك جنب كده على جنب، او احنا هنشوف اماكن للناس دي تبيع فيها. لكن لو سمحتم ما تقضوش على الشباب من كل حاجه. ما هو انت خدت منه التوك توك، واحد تاني خدت منه عربيه كبده، واحد تاني، الناس هتاكل منين؟ انا شايفه من وجهه نظري انا يعني البسيطه، بدل ما تروحوا تاخدوا الرخصه من سواق توك توك ورمى نفسه في الترعه،
روحوا اقبضوا على تجار المخدرات والشباب اللي بتبيع المخدرات، بتبيع الاستروكس وبتبيع الهيروين وبتبيع الترامادول وبتبيع الاوماتريل وبتبيع الحشيش وبتبيع البانجو وبتبيع الافيون. يعني اللي بيمشي بالحلال. طب ما سواق التوك توك ده بردك ما هو شغل حلال، شغل حلال. مفروض ان الدولة تساعد، مفروض حضراتكم يعني تشوفوا انتوا عايزين ايه، الدولة عايزة ايه. عايزة التكاتك دي تكمل والناس تشتغل في تكاتك، ولا عاوزة الناس ما تشتغلش خالص ويشيلوا التكاتك دي اصلا من جمهورية مصر العربية خالص. ولو انتوا شلتوا التكاتك بدل ما تاخدوا الرخص من الناس وواحد يرمي نفسه في الترعة، شوفوا للناس دي شغل. الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل يعني بيحب يعمل انجازات في البلد، عايز يعمل مشاريع كتير. انا من وجهة نظري يا ريس، انت يعتبر اب لل100 مليون. الشباب مش لاقيه تتجوز، خد الشباب دي معاك تساعدك في البناء، تساعدك في اي حاجة. هم هيشتغلوا، وانت عارف ان الشعب المصري بيشتغل بيشيل الزلط، وانت عارف كده كويس. انت قلت في مؤتمر ان اللي بياكلوا الشعب المصري في يوم ما تاكلوش دولة في سنة. يعني انت عارف ان الشعب المصري ممكن يعمل معاك حاجات كتير. انت عارف ان الشعب المصري ممكن يعمل معاك كتير. ذنب مين بقى؟ مين اللي هيتحاسب يا ريس على الشاب اللي رمى نفسه في الترعة؟ يعني الضابط لو كان خد وده شوية معاه، او لو قال له مثلا يعني اتكلم معاه بلاش اتكلم معاه، كلموا بروح القانون. لو كلموا بروح القانون، لو كلموا بالإنسانية قبل ما يكلموا كظابط، ما كانش رمى نفسه في الترعة. ما هو التوك توك بالنسبة له عامل زي ايه؟ زي فيلا، زي فيلا. هو حاسس ان هي دي الفيلا بتاعته، دي قصر بتاعه. وبرضك هقولها للمرة المليون، مش كل اصحاب التكاتك منحرفة. انا بركب التوك توك وبشوف كده وبشوف كده، وبتعامل مع كده وبتعامل مع كده. انا عندي التكاتك كتير، فبركب توك توك فبشوف ناس يعني بسألهم. انا يعني من النوع اللي بحب اسأل، حبيبي انت بتشتغل ليه؟ ساعات بيبقى شاب مثلا عنده 17 سنة كده يقول لي اصل انا بساعد امي واخواتي وكده. وساعات واحد مثلا بيبقى منحرف سايق توك توك، انا برضك ببقى فرحانة. عارفين ليه ببقى فرحانة؟ ان هو حط برضك في دماغه شغلانة حلال. المنحرف ما فكرش ان هو يروح يبيع بودره وهيروين، كان اسهل له. كان ايه اللي خلاه يركب توك توك؟ هياخد كام من التوك توك؟ 100 200. هياخد من المخدرات لو حب يبيعها هياخد 1000 2 و3 و4 و10. فساعدوا الناس على عمل الخير، ساعدوا الناس على عمل الخير. انا بقى سؤال تاني بسأله، يا ترى الظابط اللي سواق التوك توك شفته يعني على الفيس، يا ترى الظابط اللي خد الرخص او كلم صاحب التوك توك دوت اللي رمى نفسه في الترعه، يا ترى الظابط ده ضميره مرتاح النهارده؟ ضميره مرتاح؟ وشاب لسه يعني لسه شاب صغير رمى نفسه في الترعه عشان تقريبا رخص التوك توك، او مش عارفه ايه السبب بالظبط. خد منه التوك توك، اللي انا عارفاه كله ان هو خد منه التوك توك. يا ترى هو هيبقى مرتاح النهارده والشاب ده مرمي جوه الترعه وما طلعش من الترعه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. مش حسبي، انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش بغلط في حد، انا مش بغلط في حد، انا دايما بوكل ربنا. انا ماليش انا ولا يخصني اصلا ده ولا يخصني دوت. بس انا اللي يخصني ان انا انسانه، ان انا انسانه وليا قلب وليا احساس، وانسانه بحس بالناس وبحس بالطيب والمحترم والغلبان والوزير والغفير، وبحس بكل الناس. معنى ان شاب يرمي نفسه في الترع عشان توك توك شيء بشع، شيء بشع. يا ترى الظابط النهارده هياكل ايه؟ النهارده هياكل ويرتاح كده النهارده؟ والشاب ده ما طلعش اصلا من الترعه ولا ايه؟ الناس واقفه متلميه كده على الترعه، واقفين اكتر من ربع ساعه نص ساعه، الشاب ما طلعش من الترعه تقريبا بقى غرق. كل ده يا عيني عشان توك توك. ما تقتلوش احلام الناس، سيبوا الغلبان يعيش، سيبوا الفقير يعيش،
سيبوا الناس تعيش، سيبوا الناس. انت تعرف، انا بقول للظابط ده، انا ما اعرفش الظابط اصلا، اعرف اسمه. انت تعرف حضرتك هو جاب التوك توك منين؟ استلف، جابه قسط، امه عملت جمعيه، جايبه عشان يخطب. ما هو انت تسأل نفسك برضك، ما هو القانون ده ما اتخلقش للتعذيب ولا اتخلق لكده. في حاجة قبل القانون اسمها روح القانون والمعاملة الإنسانية. يعني أنا صراحة ربنا شفت فيديو القاضي، شفت فيديو لقاضي على الفيس. فالقاضي دوت يعني قاضي محترم جدا 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 جدا. فأمه بتقول له أنا عايزة أحضن ابني قبل ما تحكم عليه، قبل ما تحكم على ابني. فالعسكري قام زقق الأم، فرد قال له سيبها، وجاب لها ابنها وحضنت ابنها. وبرحمة ربنا وبرحمة القاضي عمل ايه القاضي عشان خاطر روح القانون؟ عطى ابنها براءة، عطى ابنها براءة. ففي ناس محترمة، فمش كل بني ادم يستغل سلطته غلط، ولا كل بني ادم يبقى بالقوة. يعني روح القانون تشتغل، المعاملة بالقانون المصري. انا واحدة من الناس برضك عايزة اقول لكم حاجة. اتعرضت لموقف، نزلت صورتي على السوشيال ميديا، كنت فاقده الوعي وكنت تعبانه، لقيت نفسي في اسم سيدي جابر. اقسم بجلاله الله في ناس في اسم سيدي جابر على قمه من الاحترام، على قمه من الاحترام. هم اللي عطوني الدواء، الظباط هم اللي عملوني، هم اللي فوقوني برغم ان انا غلطت وانا تعبانه، وهم اللي وقفوا جنبي. انا مش بعنى ان في ظابط او اتنين او تلاته وحش يبقى كل الظباط وحشه، لا. في ظباط محترمه، في ناس محترمه، وفي ناس ما عندهاش قلب، ما تعرفش حاجه عن الرحمه، ما تعرفش حاجه. كل اللي تعرفه النجوم، النجمه الزياده، النجمتين الزياده ده بس. فلو سمحتم شيروا الفيديو. وانا مش عارفه الشاب دوت، هم قعدوا صراحه يدوروا عليه، واقفين في الترعه يبصوا نص ساعه، مش عارفه هو بعد نص ساعه هيطلع تاني، ما اظنش. حسبي الله ونعم الوكيل.